بلا بيض، بلا حليب وبلا زبدة، بسكوي دوازاتاي بالزنجلان روعة. ويلا معايا نوجدوه مع بعض، ساهل ماهل وبسيط اقتصادي وروعة في المذاق ديالو. في البول درت كاس ديال السنيده، ضفت ليه كاس ديال الزيت، وغادي نضيف كذلك واحد الكاس ديال الزنجلان محمر، تحميره خفيفه ماشي محمر مقرمل لان مازال غادي يدخل يطيب في الفران. كيس ديال السكر المنسم بالفانيلا، واحد رشيشه ديال الملحه، ونفس الكاس اللي عبرت به الزيت والسنيده والزنجلان غادي نضيف الكاس الاول ديال الماء، وغادي نخلط هاد العناصر مزيان مع بعضياتها، الزيت السكر والزنجلان مع داك رشيشه ديال الملحه والكيس ديال السكر المنسب بالفاني، خلطوهم مزيان 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 مع بعضياتهم حتى تذوب لي ديك السنيده. وغادي نضيف الدقيق. بالنسبه للدقيق انا عندي هنا 6 كيلو ديال الدقيق اللي مغربل، وواحد الكيس ديال الخميره الكيميائيه من فئه 8 أو 7 غرام. غادي نجمع هاد العجينه غير بالرؤوس ديال الاصابع. بالنسبه للكاس الثاني غادي نضيف غير شويه بشويه، تقريبا غادي نزيد نضيف نص اخر ديال نفس الكاس اللي عبرت به في الاول. صافي هنا كما كتشوفوا واخا باقي العجين كيلتصق في اليدين، كما كتشوفوا راه قصوا باليد الاخرى ما كيلصقش فيها. هذا هو القوام ديالو. عندي هنا واحد الكميه لا باس بها ديال الزنجلان حتى هو محمر تحميره خفيفه. غنبقى ناخذ العجين ونشكلو كما بغيت، دوائر مستطيلات كما بغيت. ممكن انكم تسرحوه بالدلاب وتقطعوه بشي طابع عندكم، انا استعملت غير هكا عشوائيا. غنبقى غادا بنفس الطريقه حتى نكمل هذيك الكميه اللي عندي كامله. كما كتشوفوا كناخذ كويره كنشكلها بين يدي وكنغمسها مزيان في داك الزنجلان صافي. وغادي نستفهم في الطاوه، والفران رانا سخنته على 170 درجه. غندخل هاد الدوازاتاي او هاد البسكوي ديال الزنجلان يطيب، وهذا هو الشكل ديالو من بعد ما طاب وجد، كيجي رائع. سمعتوا القرمشه؟ جربوه غادي يعجبكم. بارطاج، لايك وتعليق فضلا وليس امرا.